ترى ليه الكيبل لاتر ريز احسن من الدمبل لاتر ريز؟ تسمع يا صديقي عن حاجه اسمها ريزيستيف فورس. ريزيستيف فورس هي الزاويه اللي بتوازي الجاذبيه. يعني وانت بتتمرن رفرفه بالدمبل بيكون اللود 100% لان زاويه الريزيستيف فورس بينها وبين الدراع والدمبل 100%، فهنا بيكون اللود 100% على الكتف الجانبي. اما بالكيبل بتكون زاويه الريزيستيف فورس 30% بين الكيبل والدراع which is nice. بس لما نيجي ننزل بالحركه العكسيه الموضوع بيختلف تماما. الزاويه بين الكيبل والدراع بيبقى 90% ريزيستيف فورس واللود بيبقى 100% لما نيجي نتمرن بالكيبل. لكن بالدمبل اللو ريزيستيف فورس بتبقى 0% واللود على العضله بيكاد يكون معدوم تماما 0%. فلو انت عايز تعمل ماكسمايز اكتيفيشن لعضله الكتف الجانبي يبقى لازم تتمرن بالكيبل، بيكون افضل من الدمبل. لكن في تريكايه بسيطه خليني اقول لك عليها. بس نبدا بالاداء الصحيح. بكل بساطه ميل جسمك شويتين، ده بيديك مدى حركي اكبر، وعلي البقره قصاد ركبتك علشان تفضل حاطط تنشن على العضله 100%. استخدم وزن مناسب علشان تستفاد من التمرين، لان التمرين ده مش تمرين عتاله واوزان عاليه. بالنسبه للتركايه خلي دراعك في مستوى جسمك في الرفرفه عشان الاستهداف يكون افضل، لان وانت بتتمرن بالدمبل مهم انك تخلي الدمبل يكون بعيدا عن مستوى الجسم بتاعك. لكن وانت بتتمرن بالكيبل خلي الكيبل والدراع على نفس مستوى الجسم بتاعك، ده بيدي اكتيفيشن واستهداف اكتر لعضلات الكتف الجانبي. بلاش تطلع اكتر من اللازم، لان زاويه الطلوع اكتر من زاويه 120 ده بيسبب مشكله في مفصل الكتف. مع ضبط الوضع مع اكسترنال روتيشن، يعني هنخلي قبضه الكيبل شويه هورزونتال تيرند اب. وبكده مبروك عليك تمرين كتف جانبي باداء صحيح واستهداف افضل مع زيرو اصابات. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.